باختصار جينا مرة أخرى باش نقولوا لكم بأننا ما كنرجعوش اللور، ماشي القطاعات اللي ترجعنا اللور، والفقر ولفناه والزلط ولفناه. ادخلع شي واحد اللي ما كيعرفش الفقر، ادخلعنا بتلفيق التهم، ادخلعنا بالسجون. راه اصلا كنا في الحبس، لوحتونا المناطق نائيه في عز الشباب تاعنا، لوحتونا القرى ومناطق ما فيها لا ضوء لا ماء لا تليفون لا ريزو لا طريق. الاستاذ كان كيتحاصر شهرين بين الثلوج حتى الدواء ما كيلقى الطريق اللي غادي يمشي يشريه. باش غادي تخلعونا؟ واش حنا اللي رابحين ولا نتوما اللي خاسرين؟ ولكن الا الاستاذ. هذاك غير الشوط الاول، الشوط الثاني غادي يحسموا الاستاذ، الشوط الثاني الاستاذ اللي غادي يبين لك الصمود ديالو. طحنتينا بالاثمنه فعلا. اللحم رديتي ب 120 درهم، الكورجيت رديتي ب 13 درهم، البطاطا ب 15 درهم. الزراعات المعيشيه اللي كان المواطن كيعتق الروح فيها حتى هي قطعتيها وحولتيها الى زراعات تصديريه. للاسف هذا الاستاذ جاي كتقطع ليه من رزقه ورزق ولادو. راه هز لك هبالك وهبالكم، كتجيو تحصيو عباد الله، كديروا الاحصاء وما كتعطيوش كل واحد حقه. راه في دول متقدمه الاحصاء كيدار باش كل واحد يعطيو حقه، ماشي كتحسبونا للاسف باش توليو تمنوا علينا حتى المدرسه المغربيه. واش المدرسه المغربيه تائن وكتعلم وانت كتقول لي غادي ندير تجميد؟ واش انت ما على بالكش دمك بارد؟ واش غادي نجمدوا دوك الطوبات وداك الفيران اللي كياكلوا الوثائق الاستاذ؟ واش غادي نجمدوا داك القسم اللي كيقطر تتولي القسم بركه مائيه؟ وجبنا معنا امراض. كون كنا في دول متقدمه كون دعيناكم، كون عوضتونا على هاد الامراض اللي مرض. المخير فينا كيشري طريطمون تاع الدواء كتوصل حتى 3000 درهم بالشهر. جينا اليوم باش ناكدوا لكم بان ماشي القطاعات اللي ترجعنا اللور، القطاعات ما غتزيدنا الا صمود، ما تزيدنا الا قوه. لكن انتو كتسكتوا دوك الطاكسيات ومشيتوا عطيتوهم الدعم وسكتوهم، لحقاش نتوما عندكم حقيقه مطلقه بان اكيد عندنا الطاكسيات غيديروا اضرابات وغادي يعرقلوا لكم السير. الطاكسيات عندك اهم من المدرسه المغربيه. هذيك المدرسه الخاصه اللي بغيتوا تضربونا بها راه كان كيمشي ليها غير التلميذ المتعثر، وللاسف دابا كنشوفوا بان كيمشيو ليها جميع الناس اللي هاربين من النظام التعليمي المتعثر. حتى النظام التعليمي ولا متعثر. طاكسيات سكتيهم بالدعم وطحنتي المواطن المغربي. المواطن ماشي مشكل يركب باش ما كان، نسكتوا غير هذوك اللي كيهضروا. وجيتي عند الاستاذ للاسف وبغيتي طحنوا انت كمندوبيه ساميه للتخطيط تقر وتعترف بان 90% ديال الموظفين يلتجئون للقروض باش يكملوا الشهر، باش يكملوا الشهر. عباد الله نتايا جيتي في 2023 وباقي كتقول لنا الدوله الاجتماعيه. بغينا نشوفوا الدوله الاجتماعيه في الواقع، ما بغيناش نشوفوها في الشعارات. وبالله عليك واش غادي نتقدموا في الكره وما نقدروش نتقدموا في التعليم؟ هذا المنابر الاعلاميه اللي كنأكدوا لكم مره اخرى بانها هي المنابر الحره. اكيد خديتوا الدوزيم وخديتوا الميدي 1 وخديتوا الرباط وكنخلصوها من اموالنا الخاصه ومن الضرائب ديالنا، وما يمكنش تستقبلونا، ما يمكنش تستقبلونا ولا تصادفونا، لاننا كنطرحوا السؤال الشقي الممنوع من التداول ونفضح ونعري الحفلات التنكريه. انا كنقولها ونعاودها، هاد الاساتذه راه ما كيتخلعوش. هادي راه 2023 كثرتي لينا في العيالات ظنا منك انهم ما غاديش يناضلوا. ها هما الحمد لله المناضلات شريفات
شرسات كيبينوا بان هذيك العامله اللي في الكابلاج لا كانت كتصبر على الدل، راه الاستاذه ما غتصبرش على الدل. اليوم لبينا النداء ديال الكرامه وجينا نجسدوا المسيره ديال الاقطاب اللي كاينه في مدينه طنجه، مطالبين باسقاط النظام الاساسي الجديد واحقاق الكرامه للنساء ورجال ديال التعليم. اليوم محد الحكومه والوزاره مستمرين في التعنت ديالهم، مستمرين بالاجابه بالرفض ديالهم لتلبيه المطالب الاساسيه اليوم اللي خرج من اجلها نساء ورجال التعليم، واللي كتمثل في اسقاط النظام الاساسي الجديد والزياده في الاجور واسقاط التعاقد واحقاق الكرامه الكامله. احنا مستمرين في اشكالنا النضاليه الى ان يتم اسقاط هذا النظام الاساسي. وجينا كما هو معروف وكيعرفوا الشعب المغربي قاطبه الاحتجاج على مآلات النظام الاساسي الجديد، النظام المآسي اللي كنا كنتسناو جميعا انه غادي يزيد بنا خطوه الى الامام، يحسن الاوضاع ديال الشغيله التعليميه، فاذا بنا نفاجأ به بانه يعني نكسه الى الوراء. وعلى مطالبتنا الواضحه بضروره سحب النظام الاساسي، النظام المآسي، وضروره الرفع من الاجور، وضروره ادماج الاساتذه المتعاقدين، وحل جميع الملفات العالقه. هذا هو الملف المطلبي ديالنا اللي تلقى تماطل، يعني حوار لمده سنتين على الملف. من قبل جلس مع الناس ديال التيك توك، وجلس مع الناس ديال الفيسبوك، وجلس مع الناس ديال المواقع التواصل كامله، وجلس مع اللي عنده قناه عنده غير بعض المشاهدين جلس معاه. وفاش وصلنا للملف اللي هو حساس اللي هو ملف الامه كنلقاوه تيرفض. غادي نفتح القوس نتاع التعليم رغم الاكراهات ورغم، وقلت هذا الالتزام هذه اسبوع، ولكن لا بد من التذكير به، خصوصا احنا على بعد بضع من الوقت لإجراء الجولة الثانية من الحوار مع الأخوات والإخوان ممثلي رجال ونساء التعليم. هذه الظروف الصعبة وهذه الظروف الاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا منا بأن دورهم أساسي. ما يمكنش لهذا البناء المجتمعي الاستراتيجي الذي خطط ويقوده جلالة الملك، ما يمكنش نديروه بدون تعليم قوي اللي كيكون الأجيال الصاعدة واللاحقة، والحكومة واعية بذلك، وسنعمل على إجراء كل هذا ضمانا أولا لكرامة رجال ونساء التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة واللاحقة. هناك الطبقة المتوسطة، نعم، هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة في سنة 24 واتخذت قبلها إجراءات، لأن الكل يؤمن بأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة والحداثية. هذه الطبقة المتوسطة الحكومة في سنة 24 دارت الدعم تاع السكن، عالجت مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور نتاع قطاعات معينة. واش كان هذا كافي يعني التقليص أو للحد أو لتفادي الإشكالات المرتبطة بالتضخم؟ لا. الجواب هو لا، لأن ما كاينش اليوم طريقة اقتصادية أو تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من بلدان العالم باش تحيد التضخم، ولكن علينا أن نضاعف المجهودات. والشق الأساسي للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل. علينا أن نكون أكثر جرأة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لتحسين دخل الطبقة ولا الشغيلة.